اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عاملين ايه يا رب؟ تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. انت دلوقتي قاعد مهموم وحزين وزعلان ليه؟ شايل هم ايه؟ شايل هم بكرة؟ سيبها على الله. شايل هم اللي انت تعبان وموجوع ومحدش حاسس بيك؟ لا، ربنا موجود وقال ادعوني استجيب لكم. وربنا قادر، زي ما اداك المرض قادر في ثانية يقول كن فيكون. ربنا يشفيك ويعافيك ويشيل عنك. ربنا رب قلوب. ربنا قال يا جماعة ادعوني استجيب لكم. واهم حاجة في الدعاء يكون عندك يقين بالله ان هو باذنه هيحل لك كل مشاكلك، اللي هو باذنه هيشفيك ويعافيك. انت تعبان وربنا بعت لك ابتلاء ومرض شديد وانت مش متحمله، بس ده امتحان واختبار من ربنا، يا تنجح فيه يا تسقط فيه. نجحت فيه ربنا هيشيل عنك كل ما بلاك بيه. سقطت ومرضتش ربنا هيزيدك تعب وهيزيدك بلاء. اهم حاجة يا جماعة الرضا في البلاء، في التعب، في الزنقة، في اي حاجة. اهم حاجة ان انت تكون قدام ربنا من الحامدين ومن الراضيين. رضيت هتلاقي كرم شديد من ربنا. ربنا خزائنه مليانة وعنده كتير جدا، بس انتوا ادعوا وتمنوا. المناي لقاي، وربنا هيرزقك دايما باللي انت بتتمناه. وان شاء الله ربنا عند حسن ظنك ان شاء الله، وهيجعل لك في كل خطوة سلامة. وعمر ابدا ما هيشمت حد فيك. لو حد يعني بصلك بصة ان انت بقى تعبان او ان انت خلاص وقعت او ان انت مش مفيش اي حد جنبك، لا، قول لهم ربنا جنبي. رب الكون قادر من في ثانية يقومني تاني ويوقفني على رجلي وما يخليش ابدا اي حد يشمت فيا. بس انت قول يا رب. اعرف ان ربنا معاك خطوة بخطوة. ادعوا يا جماعة كتير. لما تبقى في تعب وفي زنقة وفي شدة وفي ضيقة، ما تلجأش ابدا للعبد. عمره ما هيحس بيك ولا عمره هيحس بوجعك مهما يكون بيحبك وقلبه على قلبك، بس عمره ابدا ما هيحس بحاجة وجعاك ولا مرض كسرك ولا مرض تعبك. هيقولك ربنا يشفيك وربنا يعينك وربنا يفك كربك والكلام اللي بيقوله دوت، بس عمره ابدا ما هيوصل للاحساس اللي عندك من جوه. عمره ابدا ما هيوصل للتعب بتاعك من جوه. انت بس اللي بتحس بتعبك وربنا بس اللي عالم بيك. قول يا رب وما تيأس ابدا من رحمة ربنا. اوعى تقول اشمعنى انا اللي ربنا حطني في الاختبار ده. لا، ده ربنا لما بيحب عبده بيبتليه عشان يطهره من الذنوب اللي فيه، وعشان يقول له انا فاكرك، ادعيني، عايز اسمع صوتك. ونقوم احنا يا جماعة ندعي لربنا كتير جدا، وربنا ان شاء الله يستجاب منكم يا رب الدعاء ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. واهم حاجة ما يشمتش ابدا حد فيكم. واهم حاجة ما تحسوش ان انتوا محتاجين لعبد ابدا. ربنا دايما يوقف لكم ولاد الحلال اللي صافيين من قلبهم زيك بالظبط، وهتلاقيهم والله العظيم هتلاقيهم. المحن بتبين الناس قوي، الشدة بتبين الناس قوي، المرض بيبين الناس قوي. بتحس مين معاك ومين عليك، بتحس مين حاسس بيك ومين كان بيقولك كده كلمتين مجاملة وخلاص. الواحد طول ما هو عايش بيفتكر اللي هو كبير على المرض، كبير على الزنقة. لا، هو كاس وداير علينا كلنا، مفيش ابدا حد كبير عن حاجة. في ناس بتبقى نايمة وبتصحيها بالليل تلاقيها خلاص ماتت ما بقتش معاك في الدنيا. ناس تبقى كويسة تاني يوم الصبح تلاقيهم في العمليات وحالتهم صعبة جدا. اللي فاكر نفسه هيفضل سليم على طول انت غلطان. اللي فاكر نفسه مفيش حاجة اسمها آخرة ومفيش حاجة اسمها حساب وعايش دنيته بالطول وبالعرض، انت غلطان. في حاجة اسمها يوم القيامة، يوم العرض على ربنا. هتندم، هتندم بجد ساعتها على انك كنت بتشمت في الناس،
على انك ما كنتش بتقف جنب الناس، على انك كنت فاكر انا وبس ومش دايما غير ليك. لا، عمرها ابدا ما دامت لحد. لو كانت دامت لحد ما كانتش جات ليك. هتندم ان انت ما كنتش بتصلي، هتندم ان انت ما كنتش بتطلع زكاة، هتندم على حكايات كتير قوي. يمكن الفيديو ده النهاردة من نصيبك، علشان ربنا بيقولك استنى، انتبه، انا موجود. استنى، انتبه، في رب وفي حساب وفي عقاب. زي ما ربنا قال ان هو غفور رحيم، زي ما قال ان هو شديد العقاب. ما ننساش ابدا ربنا يا جماعة، وما نشمتش ابدا في المرض، وما نشمتش في حد. ويا ريت يا جماعة لو عندكم حد مريض صندوق وقفوا جنبه، ما تحسسوش بمرضه، يعني خليكوا دافع ليه. استودعتكم في رعاية الله وأمنه.